بالعدل والقسطاس الذي أنزله الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل حتى مع العدو يقتضي أن تظهر المزايا كما تظهر السيئات. كان الإعلام متحاملا يظهر السيئات وقد عرفنا السيئات. هيا بنا نذكر الإيجابيات التي لم تشفع له. اليوم بعد استشهاده لا بد من ذكر الإيجابيات حتى لا يقال إنكم كنتم معه. الآن استشهد وذهب حزب البعث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدام حسين رحمة الله عليه، هذا الرجل أول ما قام به في العراق أنه أمم الثروة البترولية. ما معنى أممها؟ جعلها في خدمة العراق وفي خدمة النهضة التنموية العراقية. نعم، سرقات يمكن أن تكون، رشاوي يمكن أن تكون، زبونية يمكن أن تكون، هذه ما سلم منها نظام عربي، هذه ما سلم. لكننا رأينا العراق بسبب الأموال والطفرة التي حققها المدخول الذي يجبى من ثروات الأرض البترولية يبني تعليما متقدما، فإذا بالشعب العراقي هو الشعب المتعلم رقم 1 في العالم العربي. شعب متعلم، ثورة علمية، تكنولوجية صناعية. في مجال الصحة لم يعد أحد من العراقيين كيفما كان موضعه الاجتماعي، حتى الفقير يحصل على الاستشفاء المجاني من جميع مستشفيات العراق. علماء في كل التخصصات، في الهندسة، في الكيمياء، في البتروكيماويات، إلى درجة أن برع بعض العلماء في العراق من عباقرة هذه الأمة لاختراع أدوية بأسماء عربية. لأول مرة رفض السوق العالمي أن يمتصها لأنها إنما ابتكرت من قبل عقول عربية في نظام مغضوب عليه من قبل الصهاينة والأمريكان. وكان من جملة ما يريدون تحقيقه في العراق على إثر الغزوة هي تصفية العقلية العراقية المتعلمة، هي قتل العلماء. قتل العلماء وهجروا، ومن لم يهجر قتل. لا إله. ثم الذي أزعجهم أكثر أن العراق في الثمانينات كان أول دولة عربية تريد أن تدخل إلى النادي النووي، فأنشأت مركبا نوويا قصفه الصهاينة فسكت العالم وسكت العرب. بلد نووي. أما في علاقته مع الدول العربية فاسمع، كان يعمل في العراق أكثر من 2,000,000 عامل مصري. الدولة العربية البترولية الوحيدة التي تأتي بالعمالة العربية وليست العمالة الأجنبية. نعرف مغاربة كانوا يعملون في البترول في العراق بأثمان باهظة، بأثمان باهظة، لا يأتون بالعمالة الأجنبية كما هي بلدان الحجاز شبه الجزيرة العربية. أغلب الذين يأتونهم مهندسون من كل الأجناس إلا العرب، إلا العرب. لا إله إلا الله، 2,000,000. أما قضية القضايا فهي فلسطين، فلقد وقف الرجل مع محنة فلسطين بالمال والدعم، نقولها بعد استشهاده، فلم يسمع أبدا للخطاب الذي يريد أن يمرغ كرامة العرب بترك قضية فلسطين لأعداء الأمة. بل حتى في آخر لحظاته كان يقول قبل الاستشهاد: عاشت الأمة العربية وفلسطين عربية، يؤكد عليها على مسمع ومرأى من العالم. ولقد بكاه الناس ولم يبكه أحد كما بكاه الفلسطينيون.
سمعت لريبورتاجات قدمتها الجزيرة عبر الأثير تلتقط فيها آراء الفلسطينيين على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، فلم تسمع إلا ما يثلج الصدر. فالرجل كان قائما بواجبه أو بأقل الواجب مع الشعب الفلسطيني. لا إله إلا الله. أما الذي تميز به صدام عن كل حكام العرب، ولست أدري متى يأتي أحد الحكام لكي يصل إلى ما وصل إليه، فصدام هو الرئيس الأول في دنيا العالم الذي سلط صواريخه على تل أبيب. حسن نصر الله وصلت صواريخه إلى الخضيرة 75 كيلومتر، وبقيت 75 كيلومتر لكي يصل إلى تل أبيب، وهدد بذلك. أما صدام لم يهدد، ولكن ضرب تل أبيب بصواريخه وسقطت في العاصمة الصهيونية، وفرضت على الصهاينة أن يضعوا في تل أبيب الكمائم التي تحميهم من المواد الكيماوية السامة خشية أن تنزل عليهم حلم من السماء. هل تراه يغفر لصدام؟ الصهاينة لما سقطت تلك الصواريخ في تل أبيب قالت لها أمريكا: التزمي بضبط النفس حتى نتوصل إلى حل، لنقدم صدام ضحية نضحي بها لتحمل رسائل إلى ملوك ورؤساء العرب وإلى كل من يريد أن يخرج على بيت الطاعة الأمريكية. قال لا لأمريكا، وكان في إمكانه أن يتنازل ويصل مع أمريكا في وسط الطريق إلى حلول، ويبقى جاثما على كرسيه يسيم أهله الخسف، لكن قال لا، قال لا. وقليل من يقول لأمريكا لا في زمن العتو الصهيوني. قال لا. فحاكموه، فكان لابد للمحاكمة أن يسفر عليها حكم يرضي أعداءه، وأعداؤه ثلاثة: الصهاينة، والصليبيين على رأسهم أمريكا، والصفويين الإيرانيين الذين قاتلهم في الثمانينات. لابد من أن تجتمع فأر الفئام الثلاثة في يوم واحد لتحقيق ما ترنو إليه النفوس الخبيثة للغرب الصليبي وللصهاينة ولهؤلاء الشيعة المتطرفة الذين جعلوا اليوم يوما لتحرير بغداد. بعد قتل صدام بقي تحرير بغداد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجيء بمحكمة شكلها الاحتلال، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل كيفية تعيين قضاتها. فلما كلف القاضي رزقار أمين، وكان يترك الجو والفرصة مواتية والوقت متسعا للرئيس لكي يعبر عن رأيه، طرد وصرح أنه إنما انسحب وقدم استقالته لأن المحاكمة يسودها جو من عدم الحرية للقاضي لكي يصدر الحكم الذي يمليه عليه ضميره القضائي. فانسحب وهدد، بل قال بعظمة لسانه إن المحكمة تأتيها أوامر أمريكية فلا ننفذ إلا أوامر أمريكا. وجاء بقاض حكم عليه صدام مرتين بالمؤبد. جاء بعدو حاقد لصدام. الله. فبدأت فصول المحاكمات تبعث على الضحك. فرض للمحامين
استهزاء بالمحامين، خروقات للقانون. ونحن لسنا من أهل القانون، فقد استمعت إلى أكثر من مداخلة لأساتذة القانون الدولي فصرحوا أجمعون بأن المحكمة لاغية قانونيا ودستوريا، لأنها محكمة إنما شكلها الاحتلال في أرض كانت مستقلة لرئيس كان رئيس دولة فأطاحوا به، فلا بد أن تطبق عليه أحكام ما يسمى بقوانين جنيف، فهو عسير حرب، وأسر الحرب لا يمكن أبدا أن يعدموا، أسير حرب. وجزاه الله خير القذافي، قد صرح بذلك الرئيس الوحيد دفاعا عن الحق ليس عن صدام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصدر الحكم بالإعدام.